اسمي مريم، ودي قصتي من أقرب حد ليا. هحكي لكم عشان كل واحد ياخد باله. أنا مريم، بنت بسيطة عايشة مع أهلي في بيت صغير. كانت بنت خالتي نهى أقرب حد ليا جدا، كنت بعتبرها أكتر من أختي. كنت بشاركها كل أسراري وضحكي وكل تفاصيل حياتي. الحمد لله، أنا بشهادة كل اللي حواليا إني ناجحة ومحبوبة والكل بيحبني. بس ده كان بيخلي قلب نهى بيغلي من ناحيتي، بس هي عمرها ما بينت لي ده. كانت دايما بتظهر لي ابتسامة، بس ابتسامة مزيفة. في يوم من الأيام بدأت أحس إني مش طبيعية. كل ما أدخل أوضة أحس إن حد بيبصلي، واسمع حد بينادي عليا مع إني ببقى لوحدي. كل يوم أصحى ألاقي كدمات في جسمي من غير سبب. نومي بقى حاجة مخيفة، بيجيلي كوابيس، جسمي بقى ضعيف ووشي بقى شاحب. أهلي قرروا ياخدوني لدكاترة كتيرة، بس مفيش حاجة واضحة وكل التحاليل سليمة. لحد ما واحدة من الجيران، ست كبيرة، قالت لماما بنتك معمول لها عمل سحر قريب منها جدا. ماما في الأول رفضت تصدق، بس مع الأيام بدأت تلاحظ إن نهى دايما بتجيلي تزورني وتخرج من أوضتي وتسيب ريحة غريبة وكأنها ريحة بخور محروق. في مرة كنت نايمة وصحيت فجأة على صوت بيهمس في ودني: مش هتبقي مبسوطة، أنا اللي هاخد كل حاجة منك. اليوم اللي بعده أمي قررت تفتش الأوضة، وفعلا لقيت ورا السرير كيس صغير فيه شعري مكتوب فيه طلاسم، وفيه سطر بيقول: أبعد عن الحب واخسر صحتي وأعيش في ظلام. أمي انهارت وخدت الكيس وراحت للشيخ معروف، والشيخ أكد إن ده سحر معمول بحقد من أقرب الناس. قال لها اللي عمله عايز يربطها ويبعد عنها الرزق ويخليها تعيش وتموت وهي حية. لما أمي واجهت نهى ضحكت بس وقالت: كنتوا بتحبوها وبتفضلوها عني، شوفوا هي بقت عاملة ازاي وانا بقت ايه. الكل اتصدم مستغرب من رد فعلها، بس الشيخ بدأ يفك السحر. بعد أيام بدأت أحس بتحسن يوم ورا يوم، بس ما رجعتش لطبيعتي زي الأول إلا بعد وقت. أنا ما كنتش زعلانة من اللي حصل، بس كنت مكسورة من فكرة إن أقرب حد ليا هو السبب في اللي أنا فيه. وفي يوم وأنا قاعدة ببص لنفسي في المراية بعد ما بدأت أرجع تاني زي الأول، قررت أبدأ من جديد. ما بقتش أدي أسر لحد ولا حتى أسمح لحد يتحكم فيا. كملت تعليمي واشتغلت ونجحت وكبرت، بس في كل خطوة كنت بفكر إن الطيبة لازم تكون بعقل، وإن أقرب حد ليك ممكن يبقى أبعد قلب.